إخوان السلام عليكم، رمضان مبارك سعيد وعيد مبارك سعيد إن شاء الله قريبا عليكم. دابا الآن أنا مع جمعية الرواد للبيئة والثقافة والتخييم. غادي الآن إن شاء الله غادي يكرموهم من قبل واحد الجمعية أخرى. حنا دابا في الطريق ديالنا إلى مسجد الجامع الأعظم، مسجد الأعظم. معايا أحد أعضاء الجمعية وغادي يتكلم لنا حنا في الطريق ويتكلم لنا شويه على شنو درتوا اليوم. خويا اليوم مشينا لواحد المسجد ان شاء الله صدقنا نقينا ديالنا داكشي اللي قبيلنا نسيت ربي، وحنا كنديروا داكشي خيري واللي دارها الله هي اللي تكون، ونطلبوا من الله التوفيق والقلوب تكون مصفيه بعضياتنا كاملين ان شاء الله. نطلبوا من الله الجمعيه ان شاء الله تكون احسن ما يمكن ان شاء الله باذن الله. والانسان يدير النيه، خليها الركراك يدير النيه وسي الله وما حنا دايرين النيه، ما غاديش المجموعه مزيانه وحنا غادي نعاون الله عليك سيدي ربي. عليك يا مولانا. جميلة. دابا معايا اعضاء الجمعيه ديال الصحافه. انتم ان شاء الله النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام في مدينة سلا الرباط. شرف الجمعية ديال الرواد البيئة والثقافة والتخييم ديال مدينة سلا أنهم قاموا بواحد البادرة جميلة جدا، هي الحملة ديال نظافة المساجد. جينا حنا ملي شفناهم أن ما هضر معاهم حد ما والو، حنا درنا هذه البادره باننا نعطيهم واحد شهاده شكر وعرفان ديال هذا العمل اللي كيديروه. هو عمل مقدس بحد ذاته وعمل مهم بزاف، ونتمنى من الله ان كل شيء ينوض بحال هذه البادرات والحملات تكون عندنا في المدينه ديال سلا. ملي تقاد ان شاء الله تكون بوادر اخرى ان شاء الله اللي غادي تكون باش تبان مدينه سلا في ابهى صوره. شكرا ان شاء الله. شكرا. ودابا حنا وزعنا الجوائز شكرا وعرفانا لهذه الجمعيه هذه اللي كتقوم بالاهتمام بمدينه سلا من نظافه واعمال اجتماعيه وغير ذلك. الان هما الان في صوره جماعيه، ومن هذا المنبر تنوجه الشكر للجميع من ساهم في دائما مع سلا ودائما مع المصالح العليا ديال سلا، ودائما تناضلوا من اجل ساكنه مدينه سلا. هذه الجمعيه ارتأت النقابه الوطنيه للصحافه ومهن الاعلام التي انا كاتب اقليمي ديال الرباط وسلا، باش نعطيو هذه الشواهد التقديريه تشجيعا لما قامت به هذه الجمعيه من اعمال جميله بعدد كبير من المساجد داخل المدينه العتيقه. وشكرا. شكرا خي حسن.